يمسيكم بالخير. تدرون يا الربع، ايام اول يوم كنت اشوف اخبار فلسطين ايامنا واحنا صغار ما كان في يمكن اخبار قويه عن الاسلام والمسلمين والدول الاسلاميه كثر اخبار فلسطين. فكنت اشوف يعني شجب واستنكار من الحكام العرب. كنت اقول يعني ايش هالذل والهوان اللي احنا فيه كدول عربيه دول مسلمه، هذا اللي نقدر عليه. اليوم قمنا نتمنى الشجب والاستنكار من الحكام العرب، نتمنى الشجب والاستنكار من علماء المسلمين اللي طالعين كأنهم علماء عندنا. اللي صار اليوم في نيوزيلندا مأساة، مأساة حقيقية، مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ليش؟ لأن لما تطلع قنواتنا الإعلامية العربية أو المحسوبة علينا كدول عربية ودول مسلمة يكون صيغتها بهالطريقة هذه مصيبة. لما يكون الغريب أحن عليك من القريب هذه طامة. لما تطلع القنوات المسماة بقنوات تنتمي لدول عربية مسلمة تتكلم بهذه الصيغة الركيكة المهينة، وقنواتهم اللي في الدولة المعنية والدول الأوروبية يعني قلبها عليك أكثر من أبناء دينك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم نتكلم احنا عن مصيبة صايرة في نيوزيلندا، وقاعدين يعني هم يبررون لهم اكثر من ما هم يبررون حق انفسهم. هم معترفين بالذنب، هم معترفين بالوضع، هم معترفين بان واحد شاذ عن مجتمعهم، بان واحد سموه ارهابي، واحنا نقول بطريقة ثانية. لا حول ولا قوة الا بالله. والله العظيم شيء ينداله الجبين، شيء يعني وصمة عار، اقسم بالله العظيم ان احنا نقول انها وصمة عار. لما يطلع يعني وزير خارجية حلف الشيطان يتكلم بهالطريقة، يتكلم بطريقة بان المساجد هي منبع الارهاب. لما يطلع هذا اللي ما عنده ضروس ويقول ان المساجد هي منبع الارهاب، تبيهم هم يغيرون، يعني تبيهم هم يكرهون دينك ولا يكرهون المسلمين، ولا انت تبي تكره المسلمين في الاسلام، ولا انت شو اللي تبي؟ لما يطلع شوال الرز السيسي يسوي فيها نفس المنظومه، طبعا تبعا لسيده اللي بدون ضروس، فلازم يكون يعني لازم يكون تابع، فيقعد يكره الناس ويكره الغرب بالاسلام والمسلمين وبالمساجد. فممكن يطلع واحد منحرف مثل هذا. احنا اللي غسلنا، يعني صار المسلمين هم اللي يغسلون مخ الغرب علشان يكرهوننا. فهذا نتاج، يعني المفروض نقول هذا نتاج ما سووه هم في اعلامهم، في وضعهم. ما يصير، والله العظيم ما يصير. اليوم احنا لما نشوف انهم صاروا هم المتعاطفين، صار الغرب متعاطف مع اهالي الضحايا اللي نحسبهم عند الله شهداء، متعاطفين اكثر من ابناء جلدتهم المسلمين، ابناء دينهم، اكثر من الاعلام الاماراتي المصري السعودي كاش. لما نقول العبريه ونقول القنوات المصريه اللي قاعدين يتكلمون بهالطريقه هذه، ليش؟ لانهم تبعا لحكامهم، تبعا للسيسي وبن زايد. قناه العبريه هي ما عاد يعني ما لها دين ولا مذهب، ما في منها من شيء من كيانها غير الاسم انها عربيه، ولا هي مو بعربيه. يعني النطق باللغه العربيه هو اللي في القلب، يعني تعدى مرحله اليهود. والله العظيم وضع ينداله الجبين. فلا حول ولا قوة إلا بالله على هالوضع اللي احنا فيه.